بسم الله الرحمن الرحيم. صلى السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في جميع انحاء الجمهوريه وخارج مصر وجميع دول العالم. طبعا يا شباب الحمد لله رب العالمين ديت المزرعه بتاعتنا الجديده غير المزرعه الثانيه بتاعت شوقي. دي مزرعه ثانيه بنجهز فيها برضه، هنوريكم التجهيزات واحنا شغالين بالمره. ودي ثالث دفعه ارانب بتطلع منها ان شاء الله باذن الله. دي ثالث دفعه. طبعا ما بنصورش يا شباب، ما بنصورش عشان في ناس ما بتعوز تتصور. يعني الناس اللي مستلمه قبل كده قال لك يا عم احنا مش عاوزين نصور، بس انتوا شفتوا الارانب طبعا اللي كانت هنا قبل كده وطلعت الحمد لله رب العالمين. طبعا النهارده عندنا مفاجاتين. المزرعه ديت كانت اول مزرعه اشتغلت فيها في الارنب من 2012. دي كانت اول مزرعه اشتغلت فيها. دي كانت فراخ وبعد كده عملت النص اللي ورا كنت عامله ارانب، وبعد كده سبتها وبدانا نطلع بره ونوسع ونشتغل على الوسع. طبعا النهارده يا اخويا عرف نفسك يا اسطى. حبيبي عم ابراهيم، احمد اسماعيل عثمان فرمون، جرى عم ابراهيم هنا. وعم ابراهيم من الناس المحترمه ومعرفه قديمه يعني، ويعني هو مش عايز شهره لوحده، هو اسمه لوحده يكفي. الله يبارك فيك ويحفظك. طبعا يا جماعه اخونا جه واخد مننا، لو انتم فاكرين المزرعه الثانيه القديمه بقالنا اكتر دلوقتي من كام سنه؟ والله اكتر من سنه. حتى ازيد من سنه وشويه، خش في سنه ونص ولا حاجه. دي معناه ايه يا شباب؟ معناه اما واحد ياخد منك ارنب من سنه او ياخد منك علف من سنه او ياخد منك شغل من سنه ويجي لك تاني، عمره ما هيجي لك الا على ثقه. ولو انت كنت عملت معاه حركه وحشه او غشيته في حاجه او خميته او عملت فيه اي مشكله، طبعا عمره ما كان جاي. صح ولا غلط؟ طبعا. فهو ان شاء الله جالنا يعني دي تاني مره ياخد مننا سلالات. هو واخد لنفسه واخد وديت واخد لواحد زميله برضه، واحد حبيبي برضه اللي بيصور اخونا اللي معانا ده. ماشي. طيب هم واخدين النهارده سلالات يا شباب دم عالي. ارنب دم عالي، ارنب دم عالي يعني الفلان الاسباني الاصلي، يعني الاسكندريه الاصلي، يعني الشنشيلا الاصلي. واخدين شويه ارانب حلوين جدا. وطبعا اخونا هو مبتدئ فطلب مننا خدمه عملناها. هي ايه؟ قال لي انا عايز الارانب عشار. قال انا عايز الارانب عشار 15 يوم، عشر يكون مضمون. وديت يعني هتخلي زبايننا او الناس المتابعين بتوعنا يستفادوا ثلاث حاجات من القصه ديت. اول حاجه انا لما اديك ارنبه احنا ملقحين يوم بالظبط يوم 10 قلت لك تيجي تستلم يوم 23. حصل. النهارده 25 او 26 او 26. كلام سليم يا شباب. طيب يعني الارانب النهارده بالظبط ان شاء الله عشر 16 يوم. طيب ديت معناها ايه؟ اول حاجه معناها ان الارانب عندنا ما شاء الله خصوبتها عاليه. والنوبه اللي فاتت برضه واحنا بنفرز الارانب بنجينا ارنبي، فقلت له قال لي بلاش الابيض. طب ماشي، قلت له خليها لي المزرعه طلعت عشر. هي زمانها ولدت صح؟ ولدت امبارح ما شاء الله. ولدت. دي بتدينا يا شباب، دي بتدينا ان الخصوبه بتاعتنا ما شاء الله خصوبه ارانبنا عاليه. يبقى الارانب سلالات نظيفه والعلف نظيف. طبعا احنا بنسقي ميه بيضه على العلف بس، ما حطيناش اي فيتامينات او اي حاجه يا شباب. بقالنا اكتر من 20 يوم احنا شغالين طبعا ميه اوتوماتيك اهي من الخزان اهي، فما بنعرفش اصلا نحط دواء. يعني اصلا بقالنا اكتر من 20 يوم ما شاء الله ما فيش اي فيتامينات ولا سيلينيوم ولا كلام من ده. طيب هتحط كلام من ده؟ ايوه هنحط، ما بنبطلش. بندي سيلينيوم وبندي فيتامينات وبندي املاح علشان دائما الخصوبه تبقى عندنا 100%. علشان اما عاوز 10 100 ام مع بعض يلقحوا الاقي امهات جاهزه، علشان اما الاقي رضاعه على ام رضاعتها ضعيفه الاقي، عشان الاقي التحويل، علشان الارنب الفطام بتبقى الدنيا ماشيه. بس احنا حاليا شغالين على العلف بتاعنا بس وعلى الميه البيضاء بس. اني ما بحط فيتامينات عشان ما حدش يقول لك ايه ده بلاطه غير كلامه او كذا. لا، الفيتامينات مهمه جدا جدا في الارانب يا شباب. لو العلف كويس والفيتامينات حطينا فيتامينات في الميه النتيجه بتكون اعلى والارانب بتوفر علف. يعني مفيش. والارنب بتصرف لها في الشهر على فكره يا جماعه، في الشهر كله من جنيه لجنيه وربع فيتامينات هي وعيالها. عشان تبقوا فاهمين، عشان ما تفكروش ان مثلا الادويه ديت تصرف 100,000 جنيه. لا، الدنيا كذا. خد بالك من مشروعك، وهنسيب برضه اخونا يتكلم شويه. وخد بالك من مشروعك، اقل حاجه بتخليك تنجح وتكسب واقل حاجه بتخليك تخسر. شوف بقى كبير انت عايز تقول للناس وهنفرجهم برضه على الارانب. بص يا عم ابراهيم، هو مشروع الارانب ده اولا المفروض انت اول ما تبدا صح. الله ينور عليك. عرف صح، سلاله صح، تعال عشان الناس تشوفوش. سلاكه صح، ارنب سلاكه علف. طب لو انا اديت واحد ارنب وعلافه وارنب وبطاريه وعلف وهو غير جاي، يعني مش مربي كويس، هو حر بقى هيفشل. عشان كده انا بقول يا شباب، اما اي واحد انا قلبي زي الحديد بقول له الارانب اهي واخد ارانب سوبر نمبر 1 في مصر ومعروفه، والارانب اللي بتتعرض في مصر كلها باينه ومعروفه، الناس عارفين كل حاجه. لو الارانب باظت منك
لو الارانب باظت منك انا ببقى ضميري جلد حديد ولا في دماغي، حتى لو انت خسرت عادي ما عنديش المية. اقول لك برضه على حاجه يا عمرو بعد اذنك. انا اول ما بدات في الارنب دي قبل انا ما اعرفها واعرف الفيديوهات والكلام دي، الصراحه انا عايز اربي ارانب وخلاص. فرحان عاوز تبدا المشروع. المكان جهوز، عم ابراهيم بيصفي، هات بطاريات، هات ارانب، هوب الاوضه اتملت 25 واشتغلت وعلف، بقيت باجي لورا عفش، هوب جرب، هوب هوب هوب، المشروع فشل. بدات اسمع فيديوهاتك انت والجماعه اللي هم كلك على اليوتيوب ونرمين والجماعه دول، فما اعرفش مين ابراهيم بلاد، فاصبح ان ابراهيم بلاد جاري. فاول مره لما انا جيت لك ابراهيم بلاد كفر الشيخ سيدي سالم يا شباب، كفر الشيخ سيدي سالم، عشان في ناس ياما مش عارفين انا منين. لا كفر الشيخ سيدي سالم العسويه. ماشي. فجيت لك انت اول ما قلت لي قلت لك ايه، انا عايز ابدا بدايه صح. وقعدت معاك في المكتب فوق في المزرعه الثانيه في الناحيه الثانيه اللي كانت هناك اللي بره. ماشي. وشرحت لك الظروف بالظبط، انت قلت لي ابدا صح. جبت سلاكه وخدت من عندك ارنب، والحمد لله بدات يعني ما يحصل عندي اي مرض اخش على الفيديوهات بتاعتك في ثانيه اعرف ايه العلاج وابدا اعالج. ولو في علاج نزل جديد بنحدث وبنقول يا جماعه دي علاج جديد. يعني مثلا العرجوب دي كنا بنعالجه بخمس ست حاجات على بعض، بندهن مرهم وبعد كده نحط مسه زرقاء وبعد كده نقعد يومين وندي تاني وندي حقن. النهارده لا، بقت بخاخه وسنتج انت ميسين خلص بقت بخاخه. الحمد لله رب العالمين. الاول مفيش جرب، مفيش عرجوب، مفيش تسمك. هنشوف الارانب مع بعض وهنوريكم برضو الارانب. ايه تاني يا شيخ كبير عاوز تقول للناس؟ انا عاوزك احنا اهم حاجه بس اشتركوا العم ابراهيم في القناه، ده اهم حاجه عشان كل ما المشتركين يكبروا كل ما هو هيكبر الواحد بيتبسط. ماشي. وكل ما هو ينبسط هو الناس المحترمه، يعني بصراحه من الشخصيات المحترمه. ماشي. طبعا انا بقول الكلام ده بس عشان ايه ربنا يصلح حاله يعني ويظبط لنا الدنيا. ماشي. مفيش رحمه يا شباب، نقي اللي يعجبك بس الدفع موس قربان. بعدين يا باشا معلش، هو راجل بيكلف على ارنبه فيطلب فل اللي هو عايزه، دي مش عيب. ماشي. اهم حاجه ان ناخد حاجه كويسه، مش هم الفلوس، المهم اخد حاجه ربنا يكرمني منها واكبر بس وخلاص. هو يعني عم ابراهيم غني عن التعريف والناس المحترمه. جميع ثلاث ارباع مربين الارانب الكبار في مصر اللي بيطلعوا سلالات بيطلع الارنب من 2 كيلو ل 2 كيلو 700 لحد ما بيكملش 3 كيلو، من 2 كيلو 700 ل 2 كيلو 800، 3 الا ربع. بيطلعوا 300 325 على حسب انت جايب منين وجايب امتى. وبرضه انا انصح عم ابراهيم اللي ياخد ارنب، يعني معلش برضه اما تاخده هو ارنب بكري بس اما تاخد انت كراجل مبتدئ، اما تاخد اول مره عشر مضمون من المزرعه افيد لك. على فكره العشر ده يا شباب وحش لينا احنا، يعني غلط لنا. ماشي. دي خدمه احنا بنعملها للناس بتاعتنا، بس خدمه بتجيبنا احنا. ليه بتجيبني؟ اقول لك ليه. اول حاجه معلش لو ارنبه فوتت هتلقحها تاني وهتاخد فيلم تاني. ادي اول حاجه. تاني حاجه، انا بدل ما اسلم النهارده دفعه واجهز اللي بعدها قعدت تاني 15 يوم. اصل في ناس يقول لك ايه، انت مثلا بتحط 50 جنيه على الارنبه عشان عشار. لا، احنا ما بنحطش عشار، انا بحط لك ثمن الاكل من يوم ما انت هتسيبها ليا القحها لك وتسيبها لحد ما تستلمها. انت لو حسبتها هتلاقي نفسك بيتاكل هناك، بيتاكل عندك كام؟ ما هتاكل عندك ولا ايه هتصوم؟ طب لو انت في ناس عملت ايه؟ يعني انا واحد كان بيكلمني النهارده ضحكت على حاجه جوه. في ناس، في واحد راح جاب 4 ارانب من بره وقال لي انا عاوز من عندك، جاب 4 وذكر وقال لي انا عايز من عندك نتايتين وذكر. قلت له عايز ارانب قد ايه؟ قال لي عايز ارانب عمر 3 شهور بحيث تبقى رخيصه. قلت له ماشي. جبت له ارانب عمر 3 شهور، قلت له ده هم تصبر عليهم شهر وشويه تلقح. قال لي ماشي. جاب الارانب، يلقح الارانب مش هتمسك، يلقح الارانب مش هتمسك. قعد بقول له وقت شهرين. طب الارانب دي كانت في الشهرين دول بكام؟ طب خسرته قد ايه؟ طب سدت نفسه. ما هو بص بتبقى عكنانه من الكل. صح. انما انت كمبتدئ انا ما بعمل لك الحاجه دي اوعى تفكر ان انا ببقى فرحان، انا ببقى بس عايز اساعدك عشان تنجح بس. يبدا يمشي، ابدا امشيه. فانت من مصلحتك انت ان انت تاخد الارانب عشر. طب في واحد يقول لي يا عم الحاج انا اخدهم مركحهم، انا ماشي يا عم براحتك خد. احنا عندنا السلالات يا شباب ب 300 اللي هي الارنب الهجين العالي متوسط 3 كيلو، وعندنا الارنب الدم العالي متوسط 3 كيلو ب 350 جنيه، وعندنا الارنب ال6 شهور ب 400 جنيه فوق ال 3 كيلو ونص او 3 كيلو ونص فيما فوق. طب تعالى بقى نشوف الارانب وجابت ال 3 كيلو ونص، جابتهم ولا ما جابتهمش؟ تعالى كده بسم الله ما شاء الله، تابع معانا كده يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بص يا شباب، ده علفنا اهوت، ده علفنا اللي احنا شغالين بيه علف بلاط كنز الفلاح وبلاط. شفت ظهر الارنب؟ شفت الخط اللي في ظهر الارنب دهوت؟ شايف الخط ده اهو؟ دليل ان الارنب ده ظهره مليان لحم. الارنب سمين، الخط ده اهو باين خالص اهو. اهو شوف الارنب ابو خط ده دليل ان هو ايه اهو يا شباب. الخط ده اهو يا شباب اهو، شايفين؟ دي اسكندريه اصلا يا شباب، مفيش فيها هجين اهي. شوف الام عامله ازاي. طيب
النساء دي بلد جربانه طفاء عرقوب، شايفين اهو يا شباب، ولا جرب ولا عرقوب ولا برد ولا والده قبل كده. شوف الارنبه، تعرف ان الارنبه انها والده او مش والده من البزاز، لو لقيت صدرها بزازها باينه كده حلمات. تعرف انها والده. دي انتايه معانا اهيت، ما شاء الله ما شاء الله، العشر بتاعها طالعه ما شاء الله. ماشي، ودي ذكر، دي الذكر اهو، شايفين يا شباب الذكر كف ورجله عامل قد ايه ما شاء الله. الكاستين بتوعهم مظبوطين اهمت، لا كبار ولا صغيرين ولا مدلدلين. كف الارنب زي رجل العيال الصغيره يا شباب، مفيش برد مفيش جرب مفيش تسمم. مفيش تصمغ. ارانب اهي يا شباب. وعلى فكره لو لفيت المزرعه كلها مش هتلاقي حاجه بعون الله يعني، بعون الله. ماشي، شفت هولندا اهي يا شباب، دي هولندا يا شباب اهي، دي ارنب هولندا اهو يا شباب، شايفين دي الهولندي الاصل ما شاء الله اهوت برضه. دي انتاج، دي الوحيده القليله في الارانب يا شباب ما شاء الله. اسكندريه اهي يا شباب، شايفين ما شاء الله، شايفين اهو مفيش عرقوب اهوت. طبعا الارانب ما بتتمسكش من ودانها يا شباب عشان تبقوا عارفين، بس في واحد يعملها اهي اهي يا شباب، مفيش جرب مفيش عرقوب مفيش اهوت، عينها زي الفل بتلمع اهيت. شايف دي صحه الارنبه، العين اللي بتلمع ديت. افرزوا معانا يا شباب، دي اسكندريه الاصل، البطن الابيض والظهر البني، دي اسكندريه اصل. دي اللي بحبه في حياتي البابيو، انا بعشق الارنب. واعلى بابيو موجود في مصر الارنب الابيض خالص، ده الابيض الجامد دي اللي ظهره في خط ده. فاكر انت الارنبه اللي انت اديتهاني؟ شايف ايه؟ فاكر؟ اقسم بالله كنت بشيل 70 يوم من تحتها 2 كيلو فيما فوق. عرفت يا شباب؟ 70 يوم كنت بشيل، ما هو اللي نجاها لي وكان حالف لي ان هو هينزلها. والله كنت هاخدها لي، بس قال لي خدها. شايفين كف الارنب عامل ازاي يا شباب؟ ما شاء الله. شايفين رجل الارنبه؟ ما شاء الله. شايفين يا شباب؟ مفيش والده قبل كده، الارنب عينيه بتلمع خالص اهي. الفراشه الكامله؟ لا الفراشه، حتى الفراشه دي كامله كمان اهي، يعني دي فيها انقى صفات بابيو الموجود في مصر حاليا يا شباب. يعني ديت هو ما يفرطش فيها، لو ولدت عنده 20 ولد عيال هينفعوا سلالات. مفيش، خلي بالكم الجرب مناعه وعلف، مناعه وعلف. اوعى تفكر ان العلف مالوش دعوه بالجرب، العلف لو بروتينه قليل بيجيب للارانب جرب من عينيه. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب الارانب، شنشيل اهي، شايفين ما شاء الله الارانب داخل على 4 كيلو اهي. بسم الله ما شاء الله. العشر بان خالص اهو، شايفين بطن الارانب، شايفين الله. كف عريض، كف عريض اهو، رجل واسع، مفيش برد، عين شيء. الارنب بتلمع، شعر الارنب ناعم. بص الارنب، بص ما شاء الله عليك. بص السلالات. على فكره اقسم بالله احنا مطلعين اكتر من 500 ارنب سلالات وما صورنا اكتر من 500. انت جيت قبل هنا وجيت الناس بتستلم هنا كنا بنصور؟ لا الحمد لله. عشان بس ايه، وشفت الشنشله يا شباب الاصلي، شنشله الاصلي يا شباب. هوريكم دلوقتي، عندي شنشله هنا هجين وعندي شنشله اصلي هناك حته هجين كده، هاتها في الناحيه اللي هناك ده، هات عشان اوريهم الفرق. مش الذكر اللي قدام ده اصلي فرق. وتشوف طبعا ديت يا شباب سلالات مش والده قبل كده، دي بكاره، دي بكاره يا شباب. شفتوا يا شباب الهجين اهي يا شباب، دماغها صغير ودانها صغيره، شعرها ناعم، حجمها صغير، ده هجين ودي اصلي. تعال صور الاثنين من الجنب من هنا كده، لف ديت قد ديت قد ديت، ودي عشر على فكره برضه. دي الارنب، شايفين الفرق يا شباب؟ اصل في ناس بتقول لك ما فيش حاجه اسمها دم عالي ولا دم واطي، في كل حاجه موجوده، بس في ناس ما عندهاش الكلام ده او ما يعرفوش الكلام ده. ماشي، فاحنا ايه بنعرفهم اهو. كنت عندك ماشي يا شباب؟ شفتوا فرق الارانب من بعضها؟ طب وبتفرق في ايه تاني بقى؟ بتفرق في الخلفات كمان، يعني الخلفات كمان بتفرق. دي حته فلان اسبان اهي برضه، اللي يشوفها يقول عليها ايه ما شاء الله اهي، حته فلان اسباني اللي يشوفها يقول عليه ايه. شوف رجل الارنب، شوف وش الارنب، فيها من هي براس؟ لا اللي يشوفها يقول عليه براس. ليه بقى؟ دي بقى فلان اسباني اصلي. الفلان الاسباني العين ابيض خالص ونفس الشكل والدماغ ديت، والودن الرصاص الخفيفه دي، بس بتبقى في كله. حتى هتلاقي برضو ايه حته صغيره في ديلها كده، صغيره خالص كده. دي دليل انها اصليه. ماشي، حجم الارنبي دي بكريه لسه. لا مش شفت الهاي بلس بقى؟ صور الهاي بلس كده، شفت دي بقى اهي، شفت دي ودانها غامقه خالص. ماشي، اسكندريه هي برضه، وريكس اسكندريه. وفلان الفلان التاني اهو، الفلان التاني اهو يا شباب،
النوع الفلاني التاني اهو اهو ماشي. بس طبعا ديت عندها بصوا عندها نزله شايفين برد اهو. هاخد لها قدها 2 سم دلوقتي وهنعالجها على المباشر. دي طبعا مش تبع الارانب بتاعته، دي مش تبعكم انت، اخركم لحد الريكس اسكندريه ده. ماشي يا شباب. فديت طبعا ايه الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. حابب تقول حاجه للناس؟ والله انت كده قلت اللي احنا عايزين نوصله للناس كلها، وكل واحد ياخد باله من مشروعه. يعني ما شاء الله الواحد الناس يعني في ناس كانت بادئه بارنبه واحده، أيوة. وما شاء الله دلوقتي عندها عنابر. انا كنت بادئ ب 35 أرنب، كان معايا 10000 جنيه، رحت جبت بهم كلك ارانب وسلك واحده، وقلت يا تخيب يا تصيد، ولا كان في نت ولا كان في حد بيدي فيديوهات من 2012. انت مع نفسك كده عايش بقى، تكسب اديك بتكسب، بتخسر اديك بتخسر. انما النهارده يا شباب في 99% من اللي بيعرضوا ارانب على اليوتيوب واللي بيبيعوا سلالات على اليوتيوب واللي بيطلعوا علف على اليوتيوب ما عندهمش مزارع ارانب خالص، بيسوقوا ارانب وخلاص، ما لهمش دعوه لا ربه ولا خد باله ولا يعرف الدنيا فيها ايه. ارنبه زي اللي عندها برد ديت يقوم سايبها يقول لك يا عم الحاج انا مالي مش بايعها وانا مالي، هو بيسوق وخلاص ماشي. انما احنا برد زي ده بنعرف نعالجه ازاي، بنعرف نخلي الارنب ده نكسب منه سواء سلاله سواء طب لو انا مثلا لقحت شويه زي دول ومحدش خدته، ايه المشكله؟ هقوم خليهم امهات عندي حطوا في مطعم المزرعه بس خلاص. فين المشكله؟ وولدوا في مفيش مشكله. المزرعه. طبعا يا شباب احنا عاوزين الشباب كلك نفسهم تتفتح، عايزين نبقى ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. حابب تقول حاجه عشان نختم؟ لا كده انا بالنسبه لي استكفيت. تمام التمام. حبيبي يا عم ابراهيم والله، شكراً وعم جزيلاً. ابراهيم من الناس المحترمه يعني، وانا اتشرفت بمعرفتك والله. ربنا يبارك فيك، ده احنا اللي شرف لكل الناس اللي تجي لنا من جميع انحاء الجمهوريه على دماغنا من فوق. وفي ناس طالبين مننا شحن ارانب وعلف وسلكات لجميع محافظات مصر، هنحاول ننسق الحاجات ديت يا شباب وهنودي لك الارانب لحد مكانك، بس من الاحسن لك انك تيجي المزرعه. طبعا. طيب معلش الارنبه ديت عندها رشه برد، هتاخد لها سنت وهتخف، خلص الفيلم بتاعها كلام سليم. لو هنا بان ستريب كنت اديتها سنت بكره تخف، بس انا كمان ما عنديش عندي اكسر تراسيكلين هديها 2 سم وارجع يوم واثنين اقوم اديها كمان 2 سم وتخف. طب ممكن تبقى سليمه زي ديت والمشوار يجيب لها برد. طبعا. يقول لك انت لان البرد دي بيجي في ساعه، ان لحقته بدري كده يخف، ان سبته الارنبه بقى بتجلب البرد دي لالتهاب رئوي ويخش في افلام تانية. فطبعا مش عاوزين نطول عليكم، معلش احنا طولنا عليكم، احنا اسفين. شكرا جزيلا، ندعم الفيديو بلايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي يا باشا.